هذه سر بنة سلطة سيزار، سلطة القيصر، واسمها هكا نسبة لصاحب اللي اكتشف الصلصة هذه، هو إيطالي عايش في أمريكا سنة 1924. الصلصة هذه بنينة 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 وصحية وثرية بالألياف والأوميغا 3. تابعوني وراسكم العزيز تربحوني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عالسلامة يا أهلي يا أحبابي يا أصحابي، مرحبا بكم في مطبخ مقتبسات حبيب. إن شاء الله دخلت لكم بالخير والبركة وانتم محل كل برك. اليوم باش نعمل مع بعضنا أبن سلطة فرشكة منعوشة بنينة وثرية بالمنافع. المكون الأساسي متاعها أول حاجة هي الصلصة اللي باش نفوحوها به، والصلصة اللي باش نفوحوها بها هذه المكون الأساسي اللي فيها هي الأنشوة. الأنشوة هذه سبق عملناها مع بعضنا وتلقاوها في قائمة تشغيل العولة. إذا ناخذ الأنشوة ونحلها بالطريقة هذه أنا وقت عملتها بطرق كثيرة، وهذه كلي نحينا لها السلسول متاعها، معناها فارغة من الداخل ما فيها حتى شيء. أبار توا باش نحلوها نطلقوها مخاطر هي تيباس بالملوحية، نطلقوها ونقصوها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وعلى صحبه أجمعين تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نواصل القصان متاع الأنشوة إلى معناها قطع صغيرة صغيرة ياسر بالطريقة هذه حتى لوين تولي كلها مقصوصة على الآخر على الآخر، معناها ما عادش تظهر الجزء الأجزاء متاعها. هنا نحب نقول لكم إن شاء الله عامكم مبروك، إن شاء الله معناها كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله سنة هجرية جديدة كلها خير وبركة وصحة ورزق. ونعتذر على التأخير متاع تنزيل الفيديوهات، الله غالب. وإن شاء الله توا مدام دخلت في عطلة